طب يا جماعه معانا فيديو رياكت، انا مش عارف هو بيتكلم عن ايه، لان المدام هي اللي مجهزه الفيديوهات ديت وبعتتها لي وقالت لي اعمل عليها رده فعل ويلا اشتغل. اخيرا ابتدت ترجع تاني تشغلني تاني، يعني الحمد لله الحمد لله. جرب دوس اشتراك. هي واتس اب جايز، عملت يا خلبوس؟ لا شكلك منحوس ولا انا اللي منحوس؟ نجيب منين فلوس؟ هادي اهو هادي، خلاص شكلي هطير مع العصافير. عندكوا شامبو اطير مع العصافير. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تحط لايك للفيديو دوت عشان نوصل اكبر عدد من الناس، وطبعا لو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وفي نفس الوقت اللي انت بتشوف في الفيديو دوت بينزل فيديوهات على القناه الثانيه، سيبها لك تحت في صندوق الوصف اول كومنت، يا ريت تروح تشوفها لان بجد هتعجبك جدا. ومن غير ما اطول عليكم في المقدمه كتير، فيلا بينا نبدا مع اول فيديو. زي ما انتوا عندكم معايير معينه وشروط معينه عشان البنت اللي قدامكم تعجبكم، احنا كمان عندنا شروط برضو عشان انت تعجبنا. طب انت عارفه ايه شروطنا؟ يعني لو مش عارفه ايه شروطنا نحب نقول لك ايه شروطنا. اول حاجه تكون يعني مش هينفع اقول للاسف، كملي. اول حاجه ما تلبسش بنطلون مقطع، يعني انا ما البسش بنطلون مقطع عشان اعجبك، ماشي. احنا مفيش اي حاجه مغريه في شعر رجلك. صح. بجد منظرك بيبقى مقزز ان في فتحه كده فيها شعر. لا انت جايه بتتريق عليا دلوقتي ولا بتقولي المعايير اللي انت عايزاها في فتح احلامك؟ ركزي ما تخرجيش بره الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. فبجد لا، انك تقص ضوافرك وتهتم ببشرتك وتهتم بريحتك وتغسل سنانك، دي حاجات مش للبنات، دي بس احنا ما عندناش وقت للكلام ده كله. لا انا مش بقول ان احنا نمشي معفنين يعني اهو بنقص ضوافرنا وعادي، حاجه حلوه والله، بنقص ضوافرنا ماشي وبيبقى ريحتنا حلوه وبنحط ريحه وبنستحمى وبنعمل كل حاجه، بس ان احنا نغسل سناننا ونقف قدام المرايه نحط ماديكير وتاتو ايلاينر لا مش فاضيين احنا للكلام ده حضرتك، احنا ناس بتوع عمل. حاجات البني ادم لازم يعملها. صح. واهم حاجه استحمى كلك واغسل شعرك، اغسل شعرك. انت كنت ماشيه مع واحد معفن طب ولا ايه؟ ما انا مش فاهم، انت كده بتتكلمي عن انفد. ما تغسلوش كل شهر، اغسله كل ما تستحمى عادي. انا راجل ما يفرقش معايا الكلام ده، انا مش بنت، وانت راجل في حاجات وحاجات. اخيرا وليس اخيرا، حاول انك تكون شخص مسؤول قد كلمتك، بتراعي ربنا، اي حاجه يعني. وفوق كل ده حاول تكون راجل. معلش عارفه ان الموضوع صعب بس يعني. انا حسيت لان هي بتتكلم عليا يا بنت انا مالي، انا راجل الحمد لله، راجل ومسؤول وفاتح بيت وبقص ضوافري اهو، ولسه مستحمى حالا قبل التصوير وهستحمى تاني قبل ما انزل، يعني راجل اهو، يعني راجل بكل المقاييس اللي انت قلتيها. اعمل ايه تاني؟ اغسل سناني حاضر، هخش اغسل سناني قبل ما انزل ماشي حاضر. لا بصاحب الشمال ولا بعمل حساب للعيال، ماركة دولي اسمي كابوس لكل الانداد، سوق الندالة وسع والكل بيجي بيلت. طب الفيديو خلص يا استاذ، حضرتك عايزه ايه بالظبط؟ ما فهمتش. طالعه مصدرهم لنا في الكاميرا، مالك في ايه؟ لا بصاحب الشمال. هي شكلها مخطوفه عشان المكان اللي قاعده فيه مش منظم، فشكلها مخطوفه وبتبعت لنا استغاثه مثلا، ما مش فاهم. ولا بعمل حساب للعيال، ماركة دولي. يعني الحاجه الوحيده اللي اتحركت في الفيديو بنجاتها، اسمي كابوس لكل الانداد، سوق الندالة وسع والكل بيجي بيلت. انت نفختيهم الثانوي فرقعوا ماشي، ما انا فهمتك. حبايبنا الغوالين، توفر البنطلون من ارقى الماركات العالميه. حبايبنا الغوالين، توفر البنطلون من ارقى الماركات العالميه. فين البنطلون؟ بنطلون ايه ده؟ رباط البنطلون. طب فين بقى البنطلون؟ يعني ده رباط البنطلون، فين بقى البنطلون؟ شوفي لي الشغل والترتيب عيني. طبعا البنطلون مطلوب والسعر مالته صار عليه تخفيض ب 30,000. حبايبنا توفر كل الالوان سعرها 30,000. انت بتتكلم جد؟ والله ما مستبعدها، والله ما... انا عارف ان هو بيهزر وبترول بس انا مش مستبعدها. اما عملوا لنا بنطلون مقطوع كله مقطوع من اوله لاخره، مش هيعملوا حاجه زي كده؟ جميل والله، لا جميل، انا ممكن افكر في يوم من الايام البس حاجه زي كده تخيل كده انا لابسه بوكسر تحتيه، ولازم انا البس بوكسر بتاع باتمان حبيبي اللي عندي مرمي جوه، وابقى ماشي في الشارع كده الاجه بس 30,000 كتير يا اسطى، يعني اعمل لي تخفيض شويه، يعني انا برضو مشهور، ممكن اجي اشير لك المحل بتاعي، اعمل لك اعلان، اعمل لي تخفيض برضو. 30,000 كتير، انا البس قلت له 30,000 انا. ايه ده؟ انت بتقولي ايه؟ ويا زيزو يا نوبي انت بتقول ايه يا زيزو يا نوبي؟ يعني زيزو النوبي ده يا جدعان انا مش فاهمه بصراحه، يعني بيقول اغاني مش كملي.
احييك على اختيارك للاغنيه يا فنانه، ووصفت نفسك بالظبط. شكرا شكرا. ايه ده يخرب بيتك؟ هو انت تبع البني ادمين ولا تبع ايه بالظبط؟ مش فاهم. ده نفس السؤال اللي نفسي اساله لك والله العظيم يا اسلام، والله نفسي اسالك السؤال ده، نفسي اشوفك وجه لوجه كده واسالك، اقول لك انت تبع مين؟ انت ايه؟ انت كائن معانا عادي، راجل ذكر، مش عارف يض ده ايه ده باينه، حاجتها باينه، وهو عادي بالنسبه له، بيصور وشايفه عادي ماشي. تبع الملائكه. ملائكه ايه يا شيخه؟ يا شيخه ملائكة ايه؟ ما تهزريش، في ملائكة تبقى عاملة كده، ملائكة ايه بس؟ ما تهزريش، هتروحي النار. الله يا انا تعبت اشرب بيبسي شاكو. هو في واحده بتشرب ازازه 2 لتر لوحديها؟ اعوذ بالله يا شيخه. اعوذ بالله منكم، والله اعوذ بالله منكم، هتدخلونا النار يا ولادي. كنت رايحه النهارده البغله اجيب فول وطعميه، ففي واحد بيقول لي وانت سياحيه؟ قلت له، فما ردتش. سياحية؟ دي فرنة؟ ايه هو انت سايحة؟ برضه هتتفهم غلط يعني. يعني سياحية اتفهمت غلط، وسايحة هتتفهم غلط. اجنبية، ما تقول لها انت اجنبية على طول، ليه تقول لها سياحية؟ سياحية دي فرنة العيش السياحي، بنقول عايزين نروح عند الفرنة السياحية. بصيت له كده باستغراب وما ردتش، ففكرت ان هو بيتريق او بيغلس، فلقيته بيقول لي بجد مش بهزر، هو انت بجد سياحية؟ طب ما هو انت لو سياحية مش هترد عليه عشان مش فاهماه. فرديت قمت قلت له لا مش سياحية انا مصرية، فقام قال لي ايوه صوتك ده بيدل ان انت مصرية. صوتها بس، لكن شكلها لا، بيقول ان هي سياحية فعلا، ايه شبه الفرنة والله. والله العظيم بيقول لي صوتك ده بيدل ان انت مصرية. قال لي اصل الكاب ده اللي بيلبسه السواق. قلت له ليه؟ هو احنا مش احسن منهم ولا ايه؟ لا احسن طبعا. انت بتقولي ايه؟ احسن طبعا. وبعدين الكاب ده اللي بيلبسوه السياح بس، ما بيلبسوش مصريين خالص، ما فيش حد بيلبسه. وبعدين قام قال لي ايوه طبعا احنا احسن منهم، بس والله بجد شكلك بيدل ان انت مصري، شكلك بيدل ان انت سياحيه. فقمت قلت له طب كويس، عشان لما اروح لبلد الخليج ولا اروح اي بلد فيها سواح يعرفوا ان انا من ضمن السياح مش من ضمن المصريين يا خفيف. القبول ده حاجه من عند ربنا برضه، يعني ان انا ما قابلتكيش ده مش غلط، بس هو حاجه من عند ربنا. لو جبت ورقه كبيره بيضه ورحت راسم فيها بالقلم نقطه صغيره خالص سودة، ورحت لاي حد من الناس قلت لهم ها شايفين ايه؟ شايفين؟ هيقولوا لك شايفين نقطه سودة. صح، هو ده بالظبط اللي بيحصل. محدش بيشوف البياض اللي جواك مع انه كبير وواضح. صح، كل بيركز على النقطه السودة بس. صح. فين المعلومه بقى؟ طب انا استفدت من حضرتك ايه؟ انت طلعتي فيا عيب، طلعتي فيا نقطه سودا جوايا، ومحدش هيشوف البياض اللي حواليها، وهيشوف النقطه السودا اللي جوايا، زي ما انا ما شفتش وشك كله وشفت الحسنه السودا اللي طالعه لك في دقنك هنا. انا استفدت ايه بقى من حضرتك؟ ما فهمتش حاجه. تعال نشوف الفيديو اللي بعده، يمكن نفهم. عايش وارتاح سلامة، لازم يبقى عاد مفتاح، ما تكلمنيش لو مش عاد مفتاح، انا نفسي ارتاح واستوح. عايش وارتاح سلامة، لازم يبقى عاد مفتاح، ما تكلمنيش لو مش عاد. يعني انا احب اقول لك بجد بصراحه يا فنانه، طبعا احنا غيرنا مشتاق فبقيت حح. انزل تحت في الكومنتات اكتب لي حح، ماليش دعوه تكتبها ازاي، انزل تحت في الكومنتات اكتب لي حح، واللي هيكتبها صح هعمل له لايك وكومنت وقلوب، واثبت له الكومنت بتاعه كمان. هي الناس اللي بتتجوز يوم الفرح بيحطوا الموبايل فين؟ هو ده اللي معطلني عن الجواز. يبقى مش تتجوزي عشان احنا يوم الفرح ما بنمسكش تليفونات، يا اما انت بقى لو عندك مكان تاني تحط فيه التليفون براحتك لو عايز تحافظي عليه. بعدين معلش انا قاعد في الكوشه دلوقتي همسك التليفون واروح رادد عليه؟ يعني ما تهزريش معايا بقى، بعدين انتوا عندكم امانات. خلصنا. بحس الولاد اللي في الجنريشن اللي احنا فيه دلوقتي بقى فيه موضه جديده. ايه ده يا اسطى ده ستاند، انت عامله ودنك ستاند حلقان، دي مش ودن دي. للتقدير، يعني التقدير ده ما بقاش موجود في اي حاجه غير في حاجه واحده بس. عارفين ايه؟ على فكره بنات اقول لكم على حاجه بس معلومه والله، يعني الحلاوه مش ب7 سلاسل يتلبسوا و15 حلقه محطوطين في الودن دي وفي الودن دي، يعني مجموعهم 30 حلقه، دي مش حلاوه. لا بجد دي مش حلاوه. انا بشوف كده بحس ان في رقاصه معديه من قدامي، رقاصه، وده فعلا لان انا لسه شايف حاجه زي كده اول امبارح. اول ما شفتها ايه، رقاصه ماشيه قدامي منوره من كل حته كده. في ايه مش هي دي الحلاوه. الحلاوه ان انت تلبسي لبس شيك، لبس نضيف، تلبسي
تلبسي سلسله، تلبسي حلقين يا ستي، لكن ما تحطليش بيرسنج بقى وتفضلي ملزقه لي وشك كله كده منور كده فضه وذهب ومش عارف. لا يا ماما مش كده يا ماما، لا حول ولا قوه الا بالله. كملي يا فنانه، كملي يا فنانه. لما ولد يبقى بيجري مع ولد في الشارع ويلاقي معاه بنت، فلا يتحمق كده ولا هو حرام. مش هجري معاه، مش هحط عليه خليه يجري عشان شكله قدام صاحبته. انت عايزه ايه؟ انت فاهمه انت بتقولي ايه؟ ولد بيجري مع ولد فبيلاقي بنت معاه فيقول لا انا مش هحط عليه عشان ما يبقاش هو مال الجري بالحط بصاحبته. ايه ده؟ انت دخلتينا في 6 مواضيع غير بعضيهم. حاسه ان انا عمري ما شفت ولاد في الجنريشن ده بيقدروا حاجه غير كده دلوقتي، يعني ده اقصى مراحل التقدير اللي شفتها مؤخرا. يعني المعلومه اللي نطلع بيها الوحيده من الفيديو ان انت ما بتشوفيش. تمام، شكرا يا فنانه على الاستضافه بتاعتك الجميله، بس مش عارف هنستفاد ايه لما نعرف ان حضرتك ما بتشوفيش. مش عارف، بس احنا خلاص عرفنا. يعني لو عايز توصل لنا الرساله دي خلاص احنا عرفنا. شكرا. بس يا جدعان انا بقول كفايه كده، يعني كفايه. فللاسف عزيزي المشاهد انا وصلت لنهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك وخلاك تبتسم. ما تنساش تحط لايك للفيديو دوت عشان نوصل اكبر عدد من الناس. وطبعا لو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، اشوفكم فيديو جديد اللي هو قريب ان شاء الله. سلام. بقى الامكانيات بدات اتعب وادور واعمل افكار جديده، دايما على طول بدور على اللي يفرح قلوبكم ويخلي الضحكه تنور الدنيا كلها. جيش الكابو دوسوا لايك.